باش تفهموا علاش هاد الفيلم مجرد ماسك زوين، الواقع بشع. خاصنا نرجعوا البداية ما كانتش اضواء وتصفيق، البداية كانت عبارة عن حبس. تخيل معايا طفل صغير ما كملش 6 سنين، عمره ما عرف شنو هي لعبة، عمره ما عرف شنو هي حضن دافئ. كان كيشوف غير عصب واحد، جو جاكسون، اللي واقف ليه في كل زلة. النجاح ديال فرقة جاكسون 5 ما تخلصش بالجهد، تخلص بالطفولة ديال مايكل. هذيك الابتسامة اللي كنتو كتشوفوها فوق المسرح كانت مجرد رد فعل، الخوف من العقاب اللي كيتسناه مورا الكواليس. هوليود باغا تبيع لينا قصة كفاح، ولكن في الحقيقة هي أن مايكل كان ضحية قبل ما يكون نجم. روحو تسرقات منه قبل ما يعرف حتى شكون هو. فاش كبر مايكل دار ديك الحركة الأسطورية ديال المشي على القمر، مون وولك، حركة كيبان فيها كيرجع للور بحال إلا كان كيحاول يهرب من داك الشيء اللي وصل ليه. النجاح ديالو كان مخيف. في كليب تريلر ورانا وحوش وزومبي كياكلوا الناس، ولكن الوحوش الحقيقيين كانوا هما المنتجين والشركات اللي كانوا كيمصوا دمه. في 1996 ملي بغى يصور كليب They Don't Care About Us في البرازيل، حكومة البلاد سدات عليه اللعب، خافوا يفضح الفقر ديالهم. وشنو طرا؟ اللي مدوا ليه يد المساعدة ووفروا ليه الحماية ما كانوش البوليس ولا الدولة، كانوا هما المافيا وتجار المخدرات. فهمتوا المفارقة المرعبة؟ رجل اللي كان معجب من العالم لقى الأمان وسط المجرمين، حيث النظام العالمي كان أبشع منهم. هادشي اللي هوليود مستحيل تركز عليه بصدق، حيث هما جزء من داك النظام. ودابا نرجعوا للفيلم. 155 مليون دولار، نسخة بلاستيكية خالية من المشاعر. باريس جاكسون، البنت اللي شافت باها كيتعذب يبكي في الليالي، قرأت السيناريو ديال هذا الفيلم. وشنو كانت النتيجة؟ صدمة وخذلان. خرجت بوجه شاحب وقالت بلي هادشي كذبة زوينة باش يرضيو الجمهور ويبيعوا التذاكر. باريس طلبت منهم يعدلوا السيناريو، طلبتهم يبينوا العذاب الحقيقي ديال باها، ولكن المسؤولين ضربوا كلامها عرض الحائط. بنته قطعة منه تهمشات، حيت الحقيقة ديالها ما كتجيبش الفلوس، الكذبة ديالهم هي اللي كتدخل الملايين. شافت باها كيتعذب المرة الثانية، وهذه المرة بدم بارد وتحت الأضواء، واللي كيخلي الدم يجمد في العروق هو شكون جابو باش يمثل الدور. جعفر جاكسون ولد خوه. واش كيصحابكم جابوه حيت موهوب؟ لا، جابوه حيت بغاو دمية من العائلة. دربوه شهور باش يتنفس بحال مايكل جاكسون، يوقف بحاله، يولي هو عملية استنساخ نفسي مرعبة. الهدف ضمان الولاء الأعمى. المحاميين المسؤولين على الورث عارفين باللي ممثل براني يقدر يفضح الكواليس، ولكن ولد العائلة غيخاف على الورث وغيسكت. جاب واحد من دمه باش يحرس السر اللي في البير، يستعملوا لحمه باش يبيعوا الوهم، ولكن واخا حاولوا يخبيو كلشي الماضي ديما كيرجع. الفيلم كان غيخرج في 2025 وتأجل 2026. علاش؟ حيت طاحوا في اللغم قانوني ديال 1993، قضية جوردان تشاندرو الشهيرة. مايكل ديك الوقت دفع 25 مليون دولار باش يسكتوا العائلة، ووقع على بند السرية المطلقة. صناع الفيلم صوروا مشاهد كتجسد ديك المرحلة وخسروا عليها الملايين، وفجأة لقاو راسهم ممنوعين قانونيا يعرضوها. اضطروا يقطعوا المشاهد ويعاودوا التصوير ويزوروا التاريخ باش ما يدخلوش للحبس. المأساة الكبرى كطرا دابا وانت كتتفرج في هذا الفيديو. كاترين جاكسون ام مايكل اللي عندها 96 سنه واقفه في المحاكم وكتبكي وكتواجه المحاميين اللي صاوبوا هذا الفيلم، كتحاول تمنعهم يبيعوا تاريخ ولدها لشركه سوني. المبكي في الموضوع، هاد المحامين كيخلصوا المصاريف ديالهم ضدها من الفلوس ديال ولدها الميت، كيحاربوا ام مايكل بفلوس مايكل. في النهايه هاد الفيلم خلاو واحد العباره مكتوبه قصتها مستثمره. الناس كيصحاب اليوم كيهضروا على الفن ديالو اللي ما كيموتش، ولكن لا، هما كيهضروا على البيزنس اللي ما غيساليش. مستعدين يديروا جزء تاني وثالث باش يخلصوا ديون ويجمعوا 400 مليون دولار اللي محتاجينها باش يعتقوا بيوتهم. فيلم مايكل جاكسون ماشي تكريم لروحه، هو عملية سرقة قانونية قدام عينينا كاملين. فيلم مزوق فيه ألوان زوينة ورقصات كتطير العقل، ولكن من الداخل خاوي حزين ومبني على دموع بنت مايكل وحسرة أم كتشوف تاريخ ولدها كيتباع في المزاد. مايكل مات في 2009، ولكن الحقيقة هي أنه مازال ما خلاوش يرتاح في قبره. واش نتوما مستعدين تخلصوا تذكرة باش تتفرجوا في
كذبه زوينه ولا كتفضلوا الحقيقه البشعه اللي عمرها غتعرض في السينما. خليو لي الراي ديالكم في التعليق، وخليو دعوه بالرحمه لاي انسان تعذب ومات وما لقاش اللي دافع عليه بالصدق. كان معكم عربينو، كنتمنى يعجبكم الفيديو. تشاو تشاو.